الامتياز حسنا فعل كرة تلقى سكوما يغير وجهها تمشي لعند شوف كونترول مشى مراد باطنا ازداد بدر بانون ما شاء الله يعني ينتصب يقف بخيلاء في دفاع فريق الرجاء يعني باش يجي مدرب كرول ويشد محمد الحاج عميد الفريق ويدفعوا كلاعب في الوسط استرجاعي وياخذ مكانته لاعب عنده 19 سنه كرول يعني او لا 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 لا, لا. الفتح يقلص الفارق على بعد تقريبا ساعه ديال الدقائق من هذه المقابله واظن مشير ومهدي خالص يعني الهدف يجي فوق استراتيجي مراد باطنا بالفعل ارتقاء اوال ومهدي خالص يمكن نقول يخلص الفتح على الاقل من هذا سوء الطالع الذي لازمهم منذ بدايه المقابله حتى الان. تقلص الفارق 1-0 للفتح. كل شيء وارد الان في هذه المقابله 1-0 ساعه ديال الدقائق وكان وقت سقطه اكيد المقابله فوق صفيح ساخن في هذا النزال الذي فيه كل شيء مثير وكل شيء مشوق وكل شيء على درجه عاليه من الفعاليه. ويمكن نقول الفتحيون بذلوا يعني مجهودات خرافيه لتقليص الفارق، لان فريق الرجاء في الجوله الثانيه ركن للجانب الدفاعي. ماذا سيحدث كسيناريو في هذه المقابله التي ربما قد تنتهي بسيناريو هيتشكوكي 1-0 في 9 ديال الدقائق لنهايه المقابله. الفتح متقدمه ب1-0 في نزال مثير، في نزال يمكن نقول راقي، في نزال اخلص للواد. كونتر اتاك للرجاء تمشي عند بن حليب الوادي. بن حليب ينطلق، ماذا سيفعل؟ محاولة المرور، انما الحارس الحواصي في المكان المناسب انقذ مرماه من هدف محقق. وتتعالى صيحات الرجاويين وعودة مناصر فريق الفتح، استقاطة الفتحيين لاعبين وجمهور للعودة في النتيجة في مقابلة مفتوحة على جميع الاحتمالات. زاوية للرجاء والفتح تمني الناس بالعودة من جديد في سكور وفي النتيجة وتؤمن بحظوظها كاملة. كرة رجاوية ترجع من حيث انطلقت، تمشي بجد عند جاحوح وتماثل الرجاء. دقة 84 جاحوح هي تمام. تغيير اخر للرجاء، من سيغادر؟ ربما جبيره، يعني مجهول خرافي لهذا اللاعب.